السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ اتمنى كلكم تكونوا بخير ان شاء الله. كالعادة وربنا ما يقطعها عادة، سامسونج دعتني ان انا اصور موبايلاتها الجديدة اللي هي الفولد 6 والفليب 6. وبدون الدخول في تفاصيل كتير خلينا نشوف ايه الجديد في الفولد 6 لان هو اللي بيمتلك اكبر تغيير السنة دي. اولا الفولد 6 بقى اخف وارفع فولد في العالم. دلوقتي سمكه هو مفتوح بقى 5.6 مللي، وسمكه هو مقفول بقى 12.1 مللي. كمان وزنه بقى 239 جرام. تخيلوا 239 جرام في جهاز فولد. عندنا دلوقتي وزن الاس 24 الترا 233 جرام، يعني الفرق 6 جرام ما بينهم. تاني حاجه هنلاحظها في الديزاين وهي الحواف المربعه. دلوقتي الموبايل بقى بوكسي جدا، يعني الحواف هنا فلات والظهر فلات، تحس ان الموبايل مربع، تحس ان الموبايل صندوق، وده الصراحه اداله شياكه مش طبيعيه. السنه دي عندنا 3 الوان وهم السيلفر شادو والنيفي او النيفي بلو، وعندنا اللون البينك او اللون البامبي. الجهاز كمان بقى اعرض واقصر عشان يديك الاسبكت ريشيو الكويسه، ان انت ما تحسش ان انت ماسك ريموت تلفزيون في ايدك. لا، الجهاز بقى اقصر شويه واعرض شويه عشان يريحك في الاستخدام. الجهاز هنا مصنوع من الالومنيوم مش التيتانيوم. انا كنت الصراحه مستني ان هو يبقى تيتانيوم زي الاس 24 الترا. يمكن لو كان تيتانيوم كان هيبقى اخف كمان من 239 جرام، ولكن اعتقد ان سامسونج موفره التيتانيوم للفولد 7، معرفش. طيب كل ده تمام جدا. ايه الجديد بقى في الجهاز نفسه؟ طبعا سامسونج بدات موضوع الاي اي او الذكاء الاصطناعي في الاس 24 الترا، فطبيعي هتجيب نفس المميزات دي وتكتر عليها وتطورها وتحطها في الفولد 6. فدلوقتي في الفولد 6 اقدر ان انا ارسم اي رسمه حتى لو انا مش بعرف ارسم تماما، والجهاز من خلال الذكاء الاصطناعي او الاي اي بيحولها لي لرسمه حقيقيه. والحقيقه الموضوع بيتم بشكل حلو جدا جدا، ما يقلش جوده عن البرامج المدفوعه. كمان لو انت متصور صوره او لو انت مصور حد صوره، ممكن ترسم له طاقيه مثلا او تاج، والتاج اللي انت رسمته له ده يتحول لحقيقه، وممكن تلبسه نظاره. فدي حاجه كويسه قوي الصراحه. كمان من خلال ميزه اسمها بورتريه ستوديو ممكن تحول اي صوره ل 3 دي موديل. فمثلا ممكن تحول صورتك لسكتش اكنك مرسوم، ممكن تحول صورتك لاكنك معمول كوميك مثلا، ممكن تحول صورتك ل 3 دي، وكل ده طبعا بيتم من خلال الذكاء الاصطناعي او الاي اي. دلوقتي من خلال السامسونج نوت في حاجه اسمها نوت اسيست، ودي بتسمح لك ان انت تعمل حاجات كتيره جدا جدا جوه برنامج او جوه تطبيق النوتس بتاع سامسونج. اولها ان انت دلوقتي ممكن تترجم بي دي اف ترجمه فوريه، بمعنى مثلا ان انت لو عندك كتاب انت منزله بصيغه البي دي اف، على طول من خلال الاي اي او الذكاء الاصطناعي هيترجم فوري وانت بتقلب الصفحه الكتاب. يعني مثلا لو انت كتاب بالانجليزي، كتاب بالفرنساوي، كتاب باي لغه انت عايز تترجمه العربي، على طول هيترجمها لك وانت بتقرا الكتاب. عندنا دلوقتي برضو في تطبيق النوتس ان انت ممكن تسجل حاجه، او لو انت بتسمع حاجه مثلا باي لغه ممكن يترجمها لك بالعربي، او العكس لو انت بتسمع حاجه عربي ممكن يترجمها لك بالانجليزي او باي لغه انت عايزها. دلوقتي لو انت في اي مقاله قدامك مكتوبه بشكل طويل جدا ممكن تختصرها او تعمل لها سمرايز من خلال الذكاء الاصطناعي. برضو موضوع الترجمه الفوري للمواقع، يعني ممكن تترجم الموقع نفسه وكمان تترجم الصور والفيديوهات اللي جوه الموقع. يعني اي محتوى مكتوب حتى لو جوه صوره جوه الموقع ده هتقدر ان انت تترجمه للغه اللي انت عايزها، ومنها طبعا العربي. عندنا دلوقتي طبعا ترجمه فوريه للمكالمات، وتضاف ليها تطبيقات كتيره جدا جدا بتدعم الموضوع ده. طبعا عندنا الترجمه الفوريه للمكالمات العاديه من الخط العادي بتاعك، وكمان الترجمه الفوريه دي بقت بتدعم الواتساب كولز والماسنجر كولز والتليجرام واللاين ووي شات، وبرامج كتيره جدا جدا داعمه لموضوع الترجمه الفوريه ده من خلال المكالمات. للاسف الفولد 6 جاي بنفس نظام الكاميرات بالظبط اللي احنا شفناها في الفولد 5، مفيش اي تغيير تماما. واللي اتغير هنا هو البروسيسور. عندنا دلوقتي السناب دراجون ال 8 جن 3، ولكن نظام التبريد بتاع الفولد 6 بقى اكبر ب 60% من نظام التبريد اللي كان في الفولد 5. الموبايل دلوقتي بقى بيجي ب 12 جيجا رام 256 او 12512، وكالعاده الفولد 6 بيدعم 7 سنين تحديثات اندرويد و7 سنين تحديثات سكيورتي او تحديثات امنيه. فانت لو جبت دلوقتي في 2024 الفولد 6 قدامك 7 سنين، يعني ل 2031 هيجي لك تحديث اندرويد. معرفش مين يمسك موبايل 7 سنين، بس ممكن يعني لو انت هتستثمر في جهاز زي الفولد 6 ممكن تخليه معاك 7 سنين. طيب نروح بقى للفليب 6.
6. اولا الفليب 6 جاي بنفس ديزاين الفولد 6 اللي هو الحواف المربعه والظهر فلات والبوكسي شيب اللي احنا شفناه في الفولد 6. كمان الوان الفليب 6 الصراحه بقت حلوه قوي، عندنا اللون الازرق واللون الاصفر واللون السيلفر واللون المنت، الوانه كالعاده بتبقى حلوه جدا جدا، والسنه دي الوان حلوه قوي بالذات الاصفر ده عجبني جدا. عندنا اكبر تغيير في الفليب حصل وهي الكاميرا. طول عمرنا بنسمع عن الفليب كاميرا 12 ميجا بكسل، اخيرا سامسونج حطت كاميرا 50 ميجا بكسل في الفليب، دي حاجه كويسه جدا. دلوقتي الكاميرا دي فيها خاصيه اسمها اوتو زوم، بيعمل زوم تلقائي او بيعمل اوتو زوم على حسب الكادر اللي انت بتصوره. وطبعا كل المميزات او معظم المميزات بتاعت الذكاء الاصطناعي اللي انا ذكرتها في الفولد 6 هتبقى موجوده في الفليب 6، فاحنا مش هنعيد الكلام عشان الفيديو ده ما يطولش جدا، ولكن في حاجات كده حطوها في الفليب 6 عشان يميزوه شويه عن الفولد 6. في حاجه دلوقتي اسمها انتراكتيف وول بيبر، دي عباره عن خلفيه متحركه وينفع تتفاعل معاها، يعني زي ما انتم شايفين لو قلبت الموبايل الدباديب الصغيره دي بتنزل كأن الجاذبيه مثلا ولا حاجه، وممكن تتفاعل مع الوول بيبر، حاجه كويسه يعني. زياده طبعا لان انت ممكن تصنع وول بيبر من الذكاء الاصطناعي، والكلام ده شفناه في الاس 24 الترا. الفليب 6 دلوقتي بيجي بالسناب دراجون ال 8 جن 3 برضه، ولكن هنا اهم تغيير حصل ان هو بقى بيجي اخيرا ب 12 جيجا رام و256 او 12512، ولكن عاده او كل الفليب اللي فات كان بيجي ب 8 جيجا رام، اخيرا بقى يجي ب 12 جيجا رام. كمان البطاريه بتاعته بقت 4000 ملي امبير بدل 3700 ملي امبير، واخيرا بقى في فيبر تشامبر او غرفه تبريد للمعالج. وغرفه التبريد اللي في الموبايل ده سامسونج بتقول ان هي اكبر من الاس 23 ب 50%. الشاشه دلوقتي الداخليه بتاعت الفليب 6 بقت 2600 نت كبرايتنس، او السطوع بتاعها بيوصل لغايه 2600 نت، وطبعا شاشه دايناميك اموليد 2 اكس و120 هرتز. وطبعا الفليب 6 بيدعم ال7 سنوات تحديث او ال7 سنين تحديثات اندرويد وال7 سنين تحديثات امنيه بتاعت الاندرويد، عادي جدا زيه زي الفولد 6 وزيه زي اي فلاج شيب بتاع سامسونج بيدعم ال7 سنين تحديثات، ودي حاجه كويسه. بس كده دي كانت نظره اوليه كده ونظره سريعه على الفولد 6 والفليب 6. انا من رايي الصراحه ان اكبر تغيير حصل هو طبعا الاي اي او الذكاء الاصطناعي، دخول الذكاء الاصطناعي في موبايلات الفولد والفليب، دي حاجه مهمه جدا. تاني حاجه انا شايفها التصميم اتغير جدا وبقى اشيك بكتير جدا. وطبعا الفليب الكاميرا اللي بقت 50 ميجا بكسل دي كاميرا اكيد اتطورت، انا ما جربتهاش بشكل كافي ولكن اكيد اتطورت، هنجربها برده في ريفيو نهائي ان شاء الله. بطاريه اتطورت، موضوع ال 12 رام. الفليب الصراحه اخد تطويرات كبيره جدا. الفولد يمكن التطويرات كانت في الديزاين وموضوع الاي اي اكتر من التطويرات الهاردوير يعني. وبس كده، دي كانت كل حاجه الموبايلين، ده رايي، قولوا لي انتوا رايكم تحت في الكومنتات، وما تنساش تعمل لايك للفيديو ده لو عجبك، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه عشان تتابع كل جديد انا بقدمه. كان معاكم محمد سامي، اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.